لا أنا مش هاسيب أمي، إحنا هننزل مع بعض ونجيب الدوا وإحنا ماشيين. كتر خيرك يا بيه لغاية كده، كفاية إنك جبت لي الدكتور. ابقى اخصم حق الفيزيتا بتاعته من أجرتي، إلا بالحق هو أخد كام؟ ده دكتور العيلة يا سميرة، يعني بياخد مرتب كل شهر. وبالنسبة للفلوس ما تشيليش همها خالص، أنا كمان هديكي أجرتك النهاردة مضاعفة عشان تجيبي دوا. كفاية إن اللي حصلك ده كان بسبب المجهود اللي عملتيه النهاردة. بصراحة عملتي مجهود جبار وشيلتي اليوم كله لوحدك، وكمان اليوم كان زي ما أنا عايز بالظبط. انت بس لو تباتي هنا لغاية ما تبقي كويسة وامشي بكرة. لا، أبات هنا فين؟ أنت عايز الناس تاكل وشي يا أسد بيه؟ أنا همشي أنا وبنتي دلوقتي. بيمسك أسد إيد سميرة وبيقول لها ما تخليكي بايتة، انت تعبانة. سميرة بتزق إيد أسد وبتقول له لا، أنا بقيت كويسة، سيبني أمشي لو سمحت عشان أمي مستنياني في البيت عشان أجيب لها الدوا. أسد بخبث انت حرة، أنا كنت هديكي فلوس كتير قوي. لا شكرا، أنا هاخد أجرتي اللي متفقين عليها وبس، لا أكتر ولا أقل، وربنا هيبارك فيها بالحلال. براحتك، مسيرك هتفهم. وطلع أسد ضعف الأجرة اللي كانوا متفقين عليها واداها لسميرة. تقى سندت سميرة ونزلوا من عند أسد. تقى أول ما نزلت هي وأمها من عنده حست إنها خرجت من تحت سطوة أسد. طول ما هي في بيته بتحس إنها في عرين الأسد. بتسند سميرة على تقى وبيروحوا بالعافية. إيه يا بنتي مالك؟ إيه اللي حصل؟ أمك مالها يا تقى يا بنتي؟ أمي تعبت قوي النهاردة يا ستي، وآخر اليوم بعد ما خلصت وقعت وأغمى عليها. يا لهوي يا بنتي، إيه اللي حصل ده؟ انتي صحتك تعبت قوي يا سميرة يا بنتي. أنا كويسة ياما، ما تقلقيش عليا. أنا بس النهاردة عملت الشقة مرتين، مرة قبل الناس ما يجوا ومرة بعد ما مشي، ده غير الأكل والشرب والخدمة على الناس، ونسيت حتى كل لقمة من كتر الشغل. بقولك إيه يا سميرة يا بنتي، أنا هنزل أشتغل أي شغلانة أساعد بيها، وانتي شوفي شغلانة عند حد تاني غير اللي اسمه أسد ده حتى اسمه يخوف. انت عارفة ياما أسد بيداني كام النهاردة؟ اداني ضعف الأجرة، وجاب لي دكتور لحد البيت كشف عليا. في واحد من الضيوف اسمه عزام يا ستي ضرب أمي بالقلم وزعق لها. انت لسانك مسحوب منك كده على طول يا تقى، قطع ايده المجرم، يمد ايده ليه الناقص ده؟ بقى دي آخرة الخدمة؟ خلاص ياما، كفاية اللي عمله أسد بيه بعد ما تعبت واداني فلوس كتير. اه يا ستي، وكان عايزنا نبات هناك، بس ماما قامت بسرعة من على السرير وقالت له إنها بقت كويسة، ونزلنا على طول. يا لهوي، تباتوا فين؟ دي كانت تبقى فضيحة، ده شكله راجل بصباص يا بنتي يا سميرة، خدي بالك منه. أنا بعرف أوقف كل واحد عند حده ياما، أنا بشتغل وبس. ربنا يبعد عنك ولاد الحرام يا بنتي. وبعد يومين في بيت أسد. ما جيتيش امبارح ليه يا سميرة؟ انت عارفة ان ما ينفعش يوم يعدي من غير الشقة ما تتعمل. وبعدين يعني ايه في بني آدم في الدنيا لسه مش معاه تليفون؟ انا لما احب اكلمك ازاي؟ حضرتك عارف إني كنت تعبانة يا أسد بيه من يومين، ده أنت اللي جايب لي الدكتور بنفسك، وقدامك قال لي إن عندي إجهاد ومحتاجة أرتاح على الأقل أسبوع. أنا ارتحت يوم واحد بس وجيت تاني يوم عشان أشتغل، ولولا الحجة للفلوس أنا ما كنتش قدرت أجي أصلا. أما بالنسبة للتليفون بقى، فالفلوس يا دوب بتكفينا أكل وشرب وعلاج أمي، هجيب تليفون منين وهجيبه ليه أصلا؟ كل اللي انت بتقوليه ده ما يلزمنيش ببصلة. يلا ادخلي على المطبخ اعملي الاكل الاول، وبعد كده اعملي الشقة وانا باكل. استني، هجيب لك تليفون من جوه، وانت مروحة اخر النهار تشتري خط وتحطيه فيه عشان اعرف اكلمك لو في يوم ما جيتيش. انا هسجل لك عليه رقمي. اشتري الخط وانت مروحة، وبيرن عليا عشان اسجل رقمي. أمرك يا أسد بيه. وانت يا تقى تعالي وضبي الريسبشن ده عقبال ما سميرة تعمل الاكل. لا يا أسد بيه، هتقف معايا في المطبخ تساعدني، أنا لسه تعبانة، وبعدين تقى لسه صغيرة على إنها تعمل الريسبشن لوحدها. صغيرة ايه بس، دي عروسة حلوة اهي. تقى بتحس بخوف من نظراته وبتسبق أمها على المطبخ. بيدخل أسد المكتب وبيجيب التليفون وبيديه لسميرة. بتدخل سميرة المطبخ عشان تجهز الأكل. تقى مش ناسية القلم اللي أمها أخدته المرة اللي فاتت، ونفسها ترده الأسد 100 قلم على وشه، بس دايما تفتكر كلمة أمها: الحجة وحشة يا بنتي. تقى دايما بتفكر إزاي تنتقم لكرامة أمها من أسد وصحابه. خدي يا بنتي يا تقى، خدي التليفون خليه معاكي عشان ما يتبهدلش وأنا واقفة في المطبخ. حطيه في جيبك وحافظي عليه. الله يما، أنا أول مرة في حياتي أمسك تليفون، ده أحلى من تليفون العيال أصحابي اللي في المدرسة. هو النبي يما ينفع أخده معايا المدرسة يوم؟
مدرسة ايه يا بنت اللي هتاخديه فيها التليفون ده؟ وهتعملي ايه في المدرسة بيه اصلا؟ سيبيني اشتغل بقى. الحقي ياما، ده في كاميرا بتصور كمان. يا حلاوة، تعالي يا ماما صوري. صوريني يا اختي، ما انا بقيت نجمة سيما خلاص. صاحب اسد بيجي وبتفتح له سميرة. بيقعد اسد مع سامي صاحبه. اعملي الاكل بسرعة يا سميرة عشان سامي هيتغدى معايا. لا شكرا يا اسد، انا هقعد شوية وامشي. يا عم اقعد بقى كل معايا، انا ما صدقت انك جيت تهون عليا الوحدة اللي انا فيها دي. طب ما انا عمالة اقول لك اتجوز اتجوز وانت اللي مش راضي. اتجوز؟ اتجوز ايه يا عم؟ الستات دي حاجة تقرف، كائنات مخلوقة عشان تقرفنا وبس. انا هدخل انا احضر الاكل. ايه ده؟ انت لسه واقفه اصلا ليه؟ ما تيجي تقعدي معانا نلت ونعجن مع بعض احسن، وهي بالمره بنتك تخدم علينا. لا مؤاخذة يا أسد بيه، أنا كنت فاكراك هتطلب حاجة تاني، عشان كده كنت واقفة. عن إذنك. اهو يا سيدي اتفضل، ادي عينه من الستات، حاجه كده تجيب الضغط وانت قاعد. لا واجيب واحده بقى تقول لي انت رايح فين وجاي منين، وانت عارف ان شغلنا ما فيهوش رايح فين وجاي منين وبتعمل ايه والكلام ده خالص. ممكن في لمح البصر الاقي نفسي متكلبش ومرمي في السجن بسبب واحده في يوم من الايام امنت لها واتجوزتها. بت يا تقى، بطلي تبقي واقفة رامية ودنك كده يا بت. سيبك منهم وتعالي اقفي معايا هنا، ما تختفيش عن عيني خالص. دول بيتكلموا على الستات وحش قوي يا ماما. هي يعني اللي خلفتهم ما كانتش ست؟ عموما هي الستات اترحموا منهم الصراحة. محدش شايل الهم والقرف غيرنا. يا بت ملناش دعوة، تعالي هنا. سيبيني والنبي يا ماما لما اسمع بيقولوا ايه تاني. انا واقفة جنبك اهو، مش هبعد عنك، بس عايزة اسمع هما بيقولوا ايه. صحيح، بالنسبه للشغل عملت ايه في الاوراق المهمه اللي اديتها لك المره اللي فاتت؟ شايلهم جوه في الدرج بتاع المكتب يا سامي. ازاي يعني يا اسد تشيل اوراق زي دي في درج المكتب؟ مفيش حد بيدخل المكتب هنا ولا حد بيدخل المكتب غير سميرة بس، وسميرة دي واحدة جاهلة مش متعلمة، مش هتبقى فاهمة قيمة الورق ده. هي بتدخل تنظف المكتب وطبعا ما بتفتحش أي درج وبتخرج على طول. أنا حتى كمان ما برضاش أخليها تدخل معاها بنتها المكتب وهي بتعمله، عشان خاطر ما تبوظش حاجة أو تلعب في حاجة. كمان البنت متعلمة، ممكن تقع في إيدها ورقة كده ولا كده نروح كلنا في داهية. طب خد حذرك بقى عشان الموضوع ده في حبل المشنقة يا أسد. فلا الله ولا فلك يا أخي، افتكر لنا حاجة عدلة. الحقي ياما، دول فاكرين الجهلة ما بتعرفيش تقري ولا تكتبي. ما انا اللي قلت كده الاسد بيه عشان اصعب عليه ويرضى يشغلني عنده. طب وماله ياما لما كان يعرف انك متعلمة وبتعرفي تقري وتكتبي؟ لا يا بنتي اوعي، ده كان شرطه الأساسي إن اللي تشتغل عنده ما تبقاش بتعرف تقرا ولا تكتب. يا سلام، ليه ياما ان شاء الله؟ ده شرط غريب قوي. هو كان بيقول إن اللي مش بتعرف تقرا وتكتب فرصتها في الشغل بتكون أقل، فهو ياخد فيها ثواب ويشغلها عنده. عشان كده أنا قلت له ما اتعلمتش ولا بعرف أقرا ولا بعرف أكتب. بس انا دلوقتي بس عرفت ليه هو كان عاوز واحدة تشتغل عنده ما بتعرفش تقرا ولا تكتب. ليه يا نصح؟ بيقطع كلامهم أسد وهو بينده من بره. الأكل يا سميرة. بتخرج سميرة. الأكل جاهز على السفرة يا أسد بيه. يلا يا سامي ناكل. ابدأي بقى رواقي الشقة يا سميرة، وابدأي بالمكتب عشان تخلصيه بسرعة، علشان هنخلص أكل وندخل نقعد فيه. أمرك يا أسد بيه. بتدخل سميرة المكتب عشان تروقه، وبتدخل وراها تقع. انتي ايه اللي دخلك هنا يا بت؟ انتي عارفة ان اسد بيه ما بيحبش انك تدخلي هنا. امشي انجري اقعدي في المطبخ لغاية ما اجيلك. اسد بيه مش فاضلنا يا ماما، قاعد بياكل هو وصاحبه بره كأنهم بياكلوا في اخر زادهم. خليني والنبي معاكي ياما، انا ببقى خايفة في البيت ده وانا بعيدة عنك. طب خليكي بس ما تلعبيش في حاجة. استني هروح المطبخ واجيب الفوطة اللي بلمع بيها واجي. ماشي ياما. بتروح سميرة المطبخ وبينده عليها أسد. أيوة يا أسد بيه، الأكل في حاجة مش عاجباك؟ لا يا سميرة، الأكل حلو جدا، بس ناقصه أهم حاجة. انت مش واخدة بالك إن في حاجة ناقصة ولا إيه؟ ما تأخذنيش يا اسد بيه، مش واخدة بالي. من إمتى أنا باكل الأكل من غير سلطة يا سميرة؟ أنا حاولت آكل من غير سلطة بس حاسس إن في حاجة ناقصة. ادخلي اعملي طبق سلطة زي اللي بتعمليه كل مرة. ما تأخذنيش يا اسد بيه، حضرتك برضو استعجلتني عشان اجهز الاكل بسرعة عشان استاذ سامي ياكل معاك. دقيقتين وطبق السلطة هيكون قدام حضرتك انت والاستاذ سامي. انت ضيعتي الدقيقتين رغي يا سميرة. اتفضلي على المطبخ اعملي طبق السلطة بسرعة، والموضوع ده ما يتكررش تاني. امرك يا اسد بيه. بتدخل سميرة المطبخ وبتعمل طبق السلطة وبتخرجه الأسد وسامي. يلا كملي شغلك. بتدخل سميرة المكتب وبتلاقي تقى قاعدة على كرسي المكتب وحاطة رجل على رجل. يا نهارك اسود، انت قاعدة على كرسي المكتب كده عادي؟ انت عايزة اسد بيه يقطع خبرنا ويطردنا من هنا زي الكلاب؟ ليه كل ده ياما؟ عشان قعدت على كرسي المكتب بتاعه؟ هو انا هوسخه؟ ده انا حتى نظيفة وزي القشطة.
قومي بقى وبلاش لماضة، واحمدي ربنا إن أسد بيه مشغول مع صاحبه بره، لولا كده ما كنتيش انتي دخلتي المكتب أصلا. مش داخلة المكتب وقاعدة لي على الكرسي وحاطة رجلي على رجلي كمان، محساني إنك بنت الوزير. أنا معرفش ياما هي بنت الوزير أحسن مني في إيه؟ إحنا فين وفين، دول ولاد زواج. يا تقى يا بنتي سيبيني بقى أخلص شغلي عشان نخرج من المكتب قبل ما هما يخلصوا الأكل، عشان أسد بيه ما ياخدش باله إنك كنتي معايا في المكتب. بيخلصوا المكتب وبيخرجوا. اعملي الشاي يا سميرة وهاتيه على المكتب. أمرك يا أسد بيه. وبعد يوم طويل في بيت أسد، بترجع سميرة وتقى لبيتهم. بتفتح لهم باب البيت هند وهي مخضوضة. هند بفزع. اتأخرتي كده ليه يا سميرة؟ إيه في إيه يا بت؟ في إيه يا هند انطقي؟ أمك تعبانة قوي جوه وأنا مش عارفة أتصرف. بتجري سميرة جري على أمها، وبتلاقيها واقعة على الأرض وجسمها كله عمال يجيب عرق وتعبانة جدا. بتجري سميرة بسرعة على عم ناصر جاره. سميرة بفزع. والنبي يا عم ناصر الحقني، أمي مرمية على الأرض ومش عارفة أعمل لها إيه ومش عارفة مالها. رجعت من الشغل لقيتها كده، ينفع توديني المستشفى بالتاكسي بتاعك؟ طبعا يا سميرة انت تأمري. بيطلع ناصر معاها بسرعة وبيشيلوا زينب وبيودوها المستشفى. بتدخل زينب أوضة الكشف وبتدخل وراها بسرعة سميرة وهند، وبتفضل تقع مع ناصر بره. يا تقى يا بنتي لما أمك تكون في الشغل وستك تتعب كده أو تحتاجوا أي حاجة خبطوا عليا على طول. أنا كنت مع ماما في الشغل يا عم ناصر، ورجعنا لقينا ستي تعبانة كده. انت كمان بتشتغلي يا تقى يا بنتي؟ لأ، أمي بتاخدني معاها عشان هي شغالة مع واحد اسمه أسد والراجل رخم قوي وقاعد في بيته لوحده، وأمي مش بتحب تروح عنده لوحدها. طب هو ما فيش غيره أسد ده تشتغل عنده؟ ما تشوف أسرة ولا تشتغل في محل. ما هو أسد ده بيديها فلوس كتير. ربنا يا بنتي يوسع رزقها، حملها كبير. يا رب يا عم ناصر، ماما دي بتتعب جدا وبتستحمل إهانة من اللي اسمه أسد وصحابه ده محدش يستحملها. أنا ليا كلام معاها هي والحاجة زينب لما تقوم بالسلامة بإذن الله. حلو التليفون اللي في إيدك ده، جايباه جديد؟ لا يا عم ناصر، ده أسد بيه اداه لأمي عشان يتصل عليها لما يعوزها. طب كويس أوي. هاتي لما أسجلك رقمي عشان لو حصل أي حاجة واحتجتوني تتصلوا عليا على طول. اتفضل يا عم ناصر سجل الرقم. عايزة أقولك كمان التليفون فيه كاميرا جميلة أوي بصور بيها كل حاجة، تعالى صورك. ماشي يا ستي، تعالى نتصور أنا وإنتي مع بعض. بيتصوروا صورة مع بعض وبيتفرجوا عليها، وناصر بيقلب في باقي الصور اللي في التليفون. بتخرج سميرة من أوضة الكشف. خير يا سميرة طمنيني، الحاجة عاملة إيه دلوقتي والدكتور قال إيه؟ والله يا عم ناصر الحمد لله اتحسنت شوية، والدكتور قال إنها ممكن تروح كمان ساعتين 3. روح انت بقى يا عم ناصر، احنا تعبناك معانا قوي، وانا هشوف اي تاكسي ولا حاجة نروح فيها انا وماما والبنات. ودي تيجي برضه يا سميرة؟ عايزة أسيبك أنت والحاجة والبنات في وقت زي ده في المستشفى وأروح؟ وبعدين هروح أعمل إيه أصلا؟ هقعد لوحدي زي العادة وش في وش الحيطان لحد ما يكبس عليا النوم وأنام، وأصحى من النوم على نفس الوضع. ربنا يصلح حالك وحالنا يا عم ناصر. وبعد 3 ساعات في بيت سميرة، سميرة قالت: تعبناك معانا يا عم ناصر، ربنا ما يوقعك في دقيقة أبدا. إيه اللي أنت بتقوليه ده يا سميرة؟ تعب إيه بس؟ الحاجة زينب تأمرني. دايما صاحب واجب يا عم ناصر. أنا سجلت رقمي في التليفون اللي مع تقى، لو احتجتوا مني أي حاجة كلموني على طول. وتاني يوم العصر في بيت أسد. اتأخرتي ليه كل ده يا سميرة؟ مش ميعادك الساعة 10 الصبح، جايلي الساعة 2:30 تعملي إيه؟ والله يا أسد بيه أمي كانت تعبانة قوي قوي امبارح، ووديتها المستشفى وفضلنا في المستشفى للصبح، ولما روحنا نمت ساعتين بس وجيت. حتى البت ما نامتش غير ساعتين برضه وجت معايا. وأنا مالي بكل اللي أنت بتقوليه ده؟ وبعدين مش قلتلك تشتري الخط تحطيه في التليفون وترني لي؟ ما أنا جبت الخط وملحقتش أرن لك والله العظيم، أول ما روحت لقيت أمي مرمية على الأرض. خلاص غوري من هنا وما تجيش تاني، أنا هشوف واحدة غيرك. سميرة بعياط: أرجوك يا أسد بيه بلاش تمشيني، ده أنا أمي هتموت لو ما جبتلهاش العلاج، ومطلوب مني تحاليل وإشعاعات عايزة أعملها لها. أنا مش فاتحها جمعية خيرية يا حلوة، اللي أنا بقوله يتنفذ، لكن هتمشي بمزاجك ما تلزمنيش. خلاص يا أسد بيه، أنا مش هعمل أي حاجة تاني غير اللي حضرتك عايزها، بس أرجوك بلاش تمشيني. تقى كانت واقفة بتتفرج على الموقف ومقهورة على أمها، ونفسها تقول لأمها ما تتذليش لواحد زي ده، بس ما تقدرش. وفي نفس الوقت نفسها أسد ما يوافقش إن أمها تكمل شغل عنده. أسد قال بتهديد: أنا هفوتها لك المرة دي بس، لكن لو اتكررت تاني ساعتها ما تلوميش غير نفسك. أمرك يا أسد بيه، ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك أبدا.